اوقات كتير بنشوف اشخاص بياكلوا كتير جدا رغم انهم مش جعانين، لكن لمجرد ان الاكل بيسبب لهم حالة من النشوة والسعادة فبياكلوا، وبيبقى حاجة كده زي الادمان. لكن ادمان من نوع تاني، هو ادمان الاكل، اللي هو يعني ايه؟ فرحان باكل، زعلان باكل، متضايق باكل، يعني في كل الظروف باكل. وده بقى اللي بنسميه الجوع العاطفي يا جماعة. وطبعا النتيجة دي بتكون معروفة، سمنة بدرجاتها على حسب طبيعة جسم كل شخص. وده في نهاية المطاف بقى مش بيخلي شكلي وحش بس ومش واثق في نفسي بس، لا، ده كمان بيسبب مع الأسف أمراض كتير جدا احنا أكيد في غنى عنها. عشان كده منورني النهارده في الاستوديو دكتور أحمد نوبل، أخصائي التغذية العلاجية وعلاج السمنة من الفريق الطبي لشركة اون تارجت فارما، واللي هيكلمنا عن الجوع العاطفي، معناه وأسبابه وعلاجه. أهلا بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك. منورني. والله مقدمه جميله. يعني عايزين بعد كل اللي أنا قلته ده كده نعرف يعني إيه جوع عاطفي. انا هقول لك كلام النهارده هيعجبك. أرجوك. واحده واحده. اتفضل. الجوع نوعين، لو هنيجي نقسمها فلسفيا. جوع جسدي بيبقى ناتج عن نقص عناصر غذائيه في جسمك. عندك مثلا نقص شويه كالسيوم، فتلاقي نفسك بتاكل حاجات فيها كالسيوم زي اللبن، وعندك نهم للموضوع ده. حتى الاطفال تيجي تلاقيه بيقول لك مثلا ده باكل طباشير، ده ليه؟ نقص كالسيوم. عايز مثلا طاقه، فتلاقي نفسك بتاكل حاجات سكريات تديك الطاقه دي. ده الجوع الجسدي، بيبقى جوع نتيجه حاجه، وعند سد الحاجه الجوع بيروح. تمام. تمام. في بقى الجوع النفسي، في التوتر باكل، في السعاده باكل، في الاحزان باكل، في اي مناسبه باكل. وده جوع فيه مشكله كبيره جدا. الجوع ده ملهوش نهايه. بمعنى الجوع الجسدي لما بأشبع النقص اللي عندي، خلاص الجسم بيقول لك شكرا. انت شبعت. وقف. الجوع النفسي الجسم مش بيقول لك شكرا، لا يتوقف. انا عايز افضل فرحان على طول. هل دلوقتي لو انا قلت لحضرتك نكته بتقولي لي ايه؟ قول لي واحده ثانيه. صح؟ ليه؟ دايما عايزه تبقي حاسه بنوع السعاده. السعاده فيها هرمونات كتير جدا بتتحكم في السعاده، زي مثلا السيروتونين. الجسم دايما محتاج الهرمون ده يبقى عالي عشان على طول يبقى في فوريا، على طول يبقى فرحان، وما عندهوش ليميت. يعني ما اقولكش لا كده كفايه قوي، انزل عليا بقى ايه بشويه دراما، انزل عليا بشويه حزن، مفيش الكلام ده. الجسم دايما عايز يبقى سعيد. وعشان كده الجوع العاطفي هو اخطر انواع الجوع، لانه ملهوش نهايه. فبالتالي السمنه المرتبطه بالجوع العاطفي انت ما تقدرش تتحكم فيها الا من خلالنا. عشان بس تبقى كده الجمله كامله. يعني الجوع العاطفي ده ليه اسباب معينه او عوامل معينه بتزود الاحساس ده؟ بص بيختلف من شخص لاخر، بس الاسباب المعينه احنا كلنا عندنا انواع من الجوع العاطفي. في ناس كتير قوي بيقول لك انا لما بتوتر باكل، او لما بفرح باكل، او لما بحزن باكل. فكل واحد عامل اقتران للاكل بحاجه في نفسه، مش هو اللي مختارها، جسمه اللي مجبره بيها. يعني مثلا احنا في الاعياد، عيد فطر، عيد اضحى، جميع انواع الاعياد بناكل فيها. طب لو انا جيت سالت حضرتك، هو حضرتك ليه بتاكلي في عيد الفطر كحك مثلا مليان سعرات؟ ما هو انا اتعودت على كده، عادات وتقاليد اهو اتعودت. طب عادات. طب بالتالي هتقدري توقفيها؟ ما اعتقدش. امتى؟ مين بقى هيخليكي توقفيها؟ الدكتور لو قال لي ما تاكليش ده مضر ليكي، وهاكل برضه من وراه. طب امتى ما تاكليش وتسمعي كلام الدكتور؟ ينفع حضرتك تبقى واكله وجبه كبيره ومع ذلك تروحي ما تسمعيش كلام الدكتور؟ لا طبعا. هو ده بقى اللي بيعمله الانسولين. ايه بقى الانسولين ده؟ الانسولين هو البديل الطبيعي والامن لعمليه بالون المعده. حضرتك زمان لما كان حد بيروح يحط بالونه معده في معدته كان بيقدر ياكل؟ اكيد لا. بياكل كميه صغيره طبعا. بالظبط، لان البالونه مش بتملى حيز المعده كلها، بتملى تقريبا من تلتين لثلاث ارباع حيز المعده. فبالتالي بياكل الربع بس او التلت بس. هو ده الانسولين دلوقتي، هو التطور للعمليه الجراحيه ديت. بدانا ندخلها يوميا والجسم بيتخلص منها يوميا. اكياس بتتاخد على كوبايه ميه، وبعديها بناخد كوبايتين ميه قبل الاكل بنص ساعه. بتبدا تعمل البالونه ديت خلال نص ساعه وتملى ثلاث ارباع حيز المعده. فبالتالي الربع اللي موجود
هو ده اللي هيخليك تقدر تقول للجوع العاطفي لا. ليه؟ انا دلوقتي معدتي ما فيهاش غير ربع بس، الربع ده يا دوب هتلبي احتياجاتي الجسديه بتاعتي. جسمي محتاج حديد، فمحتاج ياكل حاجات مشبعه بالحديد. فلما تيجي النفس تقول لك انا عايزه كنافه، اوكي هتروح، انت هتروح وهتتحرك، رجلك هتتحرك وتاخد الاكشن اللي هي تاكل. بس لما تيجي تحطها الوعاء مليان، هتحطها فين؟ حتى لو هاخد حته صغيره، مش هقدر اخد أكيد. الخرطه بالظبط ال1000 سعر بالظبط. دي. طب لو وصلنا ان فعلا الوعاء فعلا مليان، هتقدري تاخدي قطعه تانية؟ لا طبعا. ليه؟ ما ربنا عرفه بالعقل. المعده لو بتشيل لتر، انا نفخت بالونه لتر الا ربع حطيته في المعده في بالونه، بالظبط. فالربع التاني ده انا جبت شويه اكل مليت بيه الربع. طب مهما لو جبت خروف هيدخل؟ لا طبعا. خلاص قطع. المكان ممتلئ يا فندم، خليها في الوجبه الثانيه. فالوجبه الثانيه لو تبعناها كمان برضو باناسيليوم، ده في الحالات بقى اللي هي الاوزانها كبيره، ممكن يتاخد من مرتين لثلاثه، امن جدا في النقطه دي. فبالتالي الاناسيليوم هو اللي هيقدر يقول للجوع العاطفي لا. الجوع العاطفي احنا ممكن نحسه في ايه؟ يعني ممكن الناس تقول لك طب انا افرق ازاي ما بين الجوع الجسدي والجوع العاطفي؟ في تبس سهل قوي. لو حضرتك حسيت دلوقتي انا قاعد مع حضرتك ومعدتي لعبت عايز اكل، تمام، انا بقول له تبس صغيره قوي، روح اشرب كوبايه ميه وادي لنفسك بالظبط 10 دقائق على الساعه. لو لقيت نفسك اللي هو خلاص ما قفلت مش عايز تاكل، خلاص يبقى ده عاطفي. جوع عاطفي. اه. لو لقيت لا لسه عايز اكل، لا ده جوع بسبب حاجه لجسمك. مين بقى اللي يقدر يرسم لك الخريطه ديت؟ المنتج التاني بتاعنا اللي هو الفريق الطبي اللي احنا بنقدمه ببلاش في الشركه. الفريق الطبي هيقول لك اول حاجه عشان نتغلب على الجوع العاطفي، ابسط تب ان ابسط معلومه يعني، ما تخليش معدتك فاضيه ابدا. فاحنا بنقسم لك وجباتك 5 وجبات: وجبات بروتين، وجبات فيها كربوهيدرات، وجبه بالليل قبل ما تنام، وجبه الصبح اول ما تقوم. احنا مقسمين لك وجباتك عشان جسمك دايما او معدتك دايما يبقى فيها اكل. فاحنا الجوع الجسدي سديناه، يبقى اي نوع تاني جاي عاطفي. عاطفي. طب هتيجي تدخل حاجه في بقك مش قادر، زهقان، مش قادر اكل فعلا. طب هل يا دكتور في عادات معينه مثلا او اكلات او مشروبات معينه نتجنبها علشان الجوع العاطفي ده ما يحصلش؟ عارفه حضرتك اسوأ عاده كلنا بنقع فيها وبتعمل جوع عاطفي؟ السكرول على التليفون بالليل في الاكل وبالنهار. والله والله بالليل ولا بالنهار. الموضوع ده كارثي. مش بيقول لك العين بتاكل؟ هي فعلا انت وانت بتتفرج وبتسكرول على التليفون وبتشوف اكلات بتحفز شهيتك نصا. علميا الكلام ده بالنص بيحصل. الهرمونات بتاعت الجوع بتنشط جدا وانت حتى مش جعان. فاول حاجه بلاش السكرول عمال على بطال وتتفرجوا على اكل. اتفرج على رياضه، اتفرج على مسلسل، اتفرج على حاجه كوميدي الايام اعمل دي. اللي تعمله. بس بلاش نقطه اللي انا ايه هتفرج على الفود ريفيورز، ده راح مطعم فلاني وقال بيعمل كذا وبيسوي كذا. الموضوع ده فعلا فعلا طبعا. فعلا سيء جدا، وانا بعاني منه مع البيشنتس اللي بيتابعوا معايا. يجي يقول لي بالليل يا دكتور الحقني، انا هو بيقولها من غير ما يقصد، انا شفت فلان الفلاني عامل كذا وعايز اكلها دلوقتي، اتصرف في دايت عايز اكلها دلوقتي. بنتصرف وباخد من سعراته الحراريه اللي هديها له بكره، اوكي، بس بعد كده بقول له ممكن ده ما تتابعهوش عشان خاطر انا، عشان ده هو اللي فتح لك شهيتك. اقفل الباب من الباب اللي يجيلك منه ريحه. هدي مثال للساده المشاهدين، حضراتكم لما تبقوا في السينما بالظبط وده بيحصل على فكره، كان يعمل لك اعلان شوكولاته او اعلان فشار او اعلان كذا، انت بتجري جري في الانتراكت، صح، تجري على البوفيه تاخد الشوكولاتايه او الفشار او كذا، سيميوليشن او السبليمينال بيلعب لك في العقل اللاواعي، فتروح تجيب بالاخر كده بيجري ريقك. على فكره هو المصطلح حضرتك قلتيه ده علمي بحت. شفت؟ هو الريق بيجري فعلا. شفت؟ السلايفا اللي هو الريق انديكيشن او لما هرمون الجوع بيزيد بيبدا على طول يجري السلايفا، يجري الريق. ليه يجري الريق؟ لان الريق ده من الانزيمات الهاضمه في الجسم. جسمك بيهضم الريق ده، بيهضم النشويات. فهي الاول ما انت تحس ان انت عايز تاكل يبدا الجسم على طول يقول للسلايفا اطلعي، انا هجبره ياخد حاجات فيها نشويات
فانت بس اخرجي، انت مالكيش دعوه، وانا هدخلك النشويات ديت اللي تهضميها. طيب انا شخصيا من الناس اللي ببقى عارفه ان ده جوع عاطفي، كويس. لان لسه متغديه وشبعانه وكل حاجه. حلو قوي. بقى انا ببقى عارفه ان ده جوع عاطفي. اعمل ايه؟ ما انا هاكل. كويس. في الحاله دي اكل ايه علشان ما تاذيش بقى وما يزيدش وزني حلو. ولبلبلهات والحاجات دي؟ عندي 3 استراتيجيات، كل واحد بيختار الاستراتيجيه اللي هو بيحبها. اوكي. اول استراتيجيه دي ثابته، اللي احنا هناخد الانسولين قبل الاكل عشان نسد الموضوع نحط ده. البالونه. بالظبط. طب لو واحد عنده سنه زياده، الاستراتيجيتين التانيين بقى، في سكر اسمه سيسل عندنا في الشركه. سكر سيسل ده سكر ملهوش سعرات حراريه، بيديك الحلاوه على اللسان هنا من غير ما يوصل للدم ومن غير ما يزود وزنك. فممكن جدا جدا تاخد اي مشروب، شويه ليموناده، شويه اي عصير بالسكر بتاع الاساسي. فانت السكر ده من الحاجات اللي بتحفز هرمون السعاده. فانت كده موضوع الجوع العاطفي سديته، مش سديته، انت ضحكت عليه، اديت له السكر اللي يعلي هرمون السعاده بس سكر ما يتخنكش. ده حل. والحل ده انا مش بفضله، اللي هو انا بقى بحب الحل الاقوى شويه، القهوه. عندنا قهوه اسمها بريمير، قهوه انا خضرا. بحبها دي عظيمه بقى. هفضل اقول بحب اللي بالموك. بالظبط. ايوه. عظيمه وطعمها فعلا مختلف تماما. وحضرتك اللي بتحبي اللي بالموكا، هي فعلا طعمها ما يحسسكيش ان انت بتشربي حاجه للدايت. بالظبط. هي طعمها حلوه. اللي بيحب البندق ياخد اللي بالبندق. صح. انا بيديني سنه مراره شويه. صح. عند حضرتك حق. اللي بالموكا بتدي فيها حاجه حلوه، انا شخصيا برضو بفضلها جدا. لما بيجي لي بالليل موضوع الجوع العاطفي ده، تاخد القهوه. باخد القهوه. بتشبع عندي ان انا بشرب قهوه بالموكا، حاجه فيها شوكليت كده، ومع ذلك انت بتشرب شوكليت، بتشرب حاجه مسكره قوي. تخيل بقى ان الحاجه المسكره ديت بتعلي اصلا معدل الحرق عندك. بالظبط. هي مش مجرد بتشبعك، دي بتعلي معدل الحرق. ليه؟ القهوه الخضراء اللي عندنا فيها ماده اسمها كولينرجيك اسيد. كولينرجيك اسيد ده بيعلي معدل الحرق فعلا. فانت تغلبت على الجوع العاطفي وكمان عليت معدل حرقك، بلس اللي انت اصلا واخد انسيليوم، فانت عامل عجز في السعرات. طبيعي المعادله كده اكتملت، هتلاقي نفسك خاسس، يعني خاسس ان شاء الله. طبعا فكرتني، انا جوزي بيقعد يتفرج على الحاجات الاكل دي وهو عامل نظام في الاكل. فادخل عليه الاقيه بيتفرج على الاكل، اقول له والله ربنا هيحاسبك على الحاجات اللي الموضوع ده خطير جدا، بيأذي نفسه فعلا. انا فعلا. انت بتحكي لي دلوقتي فهمت. وتلاقيه قام المطبخ عايز يعمل اكل حتى لو مش هاكله. بيشبع. يا فندم انا بقول الجسم بيتحكم فيه هرمونات. المشكله اللي احنا مش فاهمين النقطه ديت. هرمون مثلا الليبتين، في هرمونات كتير جدا بتتحكم في الجسم. انت ما عندكش زراير. مش انا مثلا هعلي الليبتين دلوقتي عشان اشبع، انا دلوقتي هعلي السيروتونين عشان افرح. انت ما عندكش الزراير ديت. جسمك هو اللي بيؤمر الهرمونات دي انها تتفرز. فانت عشان بس تساعد جسمك تعمل ايه؟ ما تديلهوش المحفز الخارجي اللي يطلع لك هرمون الجوع. يعني بالليل ما تروحش تتفرج على مشمر بقى ومحمر وبتاع، لان انت طبيعي النفس اماره بالسوء. هتقوم، طب انا هعمل، على فكره كنت بعمل الحركات دي زمان، اقوم اعمل الاكل وما اكلهوش، اكله اللي حواليا. انا لازم اتحرك. بس يا ريت الناس تعمل كده، بس يعني اللي بيعمل وياكل بقى. انا قبل ما اخد بالي من النقطه ديت علميا كنت بتحرك، بس انا واخد اناسيلين، فاجي اكل ما اقدرش. طب خلاص انا عملت الاكل هتاكلوه، اتفرج عليكم وانتوا بتاكلوه. في كل واحد بيتعامل بطريقته. طيب دكتور نوبل، ساعات كبار السن بالذات، يعني احنا بنكبر بنتحول شويه بنصغر تاني. صح. والاطفال اللي هو مش جعان، صح، بس حد بياكل بيبقى عايز ياكل. جميل. فممكن يعمل الحكايه دي، ممكن يتعشى 3-4 مرات. ده نعمل معاه ايه؟ لانه يا حبيبتي انت مش لسه واكله، يا حبيبتي ده مضر عليكي، يا حبيبتي انت عندك السكر، يا ماما انت عندك الضغط، يا حبيبتي ما تاكليش المخلل، يا حبيبتي. بندادي بقى زي الاطفال. السؤال ده صعب جدا جدا. عارفه ليه حضرتك؟ اتفضل. احنا في الشركه عندنا دكتوره اسمها نهال حافظ، دي المسؤوله على طبعا التيم الطبي. دكتوره نهال حافظ، احنا عندنا كل دكتور تحت هي بتوزع عليه المهام متخصص في حاجه. انا مثلا متخصص في علاج السكر والمقاومه الانسولين، حد تاني متخصص في الضغط، حد تالت تغذيه رياضيه. في بقى حد، الناس ديت مش عايزه تخصص، الناس ديت عايزه حد يطبطب، عايزه حد يكون لها حافز. اول حاجه الاساس عندنا الاناسيليوم منتج امن للاطفال وللكبار. تمام، ده قولا واحدا، وده مش كلامي، انا طالع بتكلم على المنتج، ده كلام وزاره الصحه.
لان هو منتج مرخص من وزاره الصحه، فهو امن للاطفال وللكبار. بس مش هنا مربط الفرس. مربط الفرس اللي انا اخد الطفل ده اقول له يا حبيبي انت دلوقتي بتاكل بتشبع حاجه عندك، بس انت قدام لازم تبص على صحتك. ما ينفعش وانت بتجري صحابك مثلا انت بيجروا احسن منك، انت بتنهج مش ده عارف مع تطلع الاطفال، سلم. مع الكبار هنعمل ايه؟ برضه بنفس الكلام يا فندم، افهمهم بطريقه بقى اكبر اكثر عقلانيه. بمعنى يا فندم الاكل اللي انت بتاكليه ده ممكن جدا يعمل لك تصلب شرايين لانك انت بتاكليه دهون. حضرتك يا دكتور هيسمعوا كلامك، لكن مم. انا كبنتهم مش هيسمعوا كلامي. صح. نتواصل معاكم ازاي؟ عشان كده بقى لازم يكلمونا. 3 طرق للتواصل. عندنا ارقام الواتساب اللي ظهرت على اول من اول حلقه على الشاشه، تكلمنا واتساب او حتى تكلمنا تليفون. عندنا صفحتين على الفيسبوك، صفحه باسم خبير التغذيه نهال حافظ، وصفحه باسم اون تارجت فارما. اخر حاجه الانستجرام، عندنا صفحه باسم اون تارجت فارما، سواء انستجرام فيسبوك او واتساب او مكالمات. في فريق طبي متكامل هيبدا يفلتر حالتك ويشوف انت افضل دكتور يتابع معاك ايه ويحط لك النظام الغذائي المناسب ليك. شكرا دكتور شكراً احمد لحضرتك. نوبل من فريق اون تارجت فارما. وحلقتنا خلصت، استنونا في حلقات جايه كتير في حلو الكلام مع منال.